السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ طبعا مفيش كلام يتقال بعد الماتش ده خالص. آه، الماتش كان بالنسبة لنا بصراحة صدمة كبيرة جدا. مفيش حد من جمهور الأهلي كله في العالم العربي كله وفي مصر، وجمهور الزمالك في العالم العربي ومصر، وكل الناس كانت امبارح بتقول وقاعدة شايفة إن الأهلي ما جاش خالص الشوط الأولاني لحد اخر ربع ساعه من الشوط الثاني. الزمالك بقى عمل كل حاجه. انا كنت قلت قبل كده ان الاهلي ليه الافضليه في اللعب الجماعي، لان الفرقه بتلعب مع بعض، الفرقه متماسكه، الفرقه بقى لها سنتين، اللعيبه دي خلاص خدت على بعض. بياخدوا دوري وبياخدوا كاس افريقيا وراحوا كاس العالم، يعني فرقه متكامله جماعيا. حتى اي لعيب جديد بيخش بيندمج بسرعه على طول لان مش محتاج. ونادي الزمالك العكس، فترة انتقالية، مجلس إدارة جديد، الفساد والوساخة اللي كانت موجودة في النادي مشيت منه. النادي بيتجدد بيتطهر. الفترة اللي جاب فيها صفقات هي دي الصفقات اللي جابها. اللعيبة إلى حد ما كويسة مش وحشة، يقدر يستفيد بيها. إنما ما قدروش يندمجوا بسرعة مع الفرقة لأن لسه الماتشات الرسميه بتاعت الزمالك بدات بعد بطوله افريقيا على طول، فما لحقوش يندمجوا معاهم. وكنا متوقعين ان الزمالك هو اللي هيعمل زون ديفenس، وهو اللي هيحاول يصطاد الاهلي. اللي حصل امبارح كان مفاجاه لينا كلنا، مفاجاه لكل الجمهور، حتى جمهور الاهلي نفسه كانوا قاعدين مكتومين طول الماتش. الزمالك من اول دقيقه مستحوذ على الكوره. الزمالك من اول دقيقه محاصر الاهلي في تلت ملعبه. الاهلي خلي بالكم، الاهلي ما جابش الا شوطه بتاعت عمرو السوليه اللي في اول الشوط الاولاني، وبعد كده الجونين اللي جابهم الشوطه بتاعت امام عاشور و واللعبه بتاعت قفشه. هو ده الاهلي وكسب. وانا قلت قبل كده ان ماتشات الكاس دي لازم تكسبها ما تلعبهاش. اللي حصل امبارح الزمالك لعب وكان هيكسب 4 فرص، استحواذ، لكن بكل المقاييس احنا ما بنشككش في حاجه. الحكم محترم، الكاس من حق اللي يكسبه خلاص. السكور 2 يبقى اللي كسب هو اللي ياخد الكاس خلاص. يعني مبروك، مفيش مشكله. الزمالك رجع وانا قلت قبل كده ان الزمالك في الطريق الصح، ودي مؤشر كويس جدا. وانا قلت ان نادي الزمالك لو لا قدر الله ما خدش الكاس يطلع بمنظر مشرف. لولا الجون التاني بس كده كان هيبقى المنظر حلو قوي قوي، لان 1-0 وهدف كان مشكوك فيه، والفار فحصه كويس و... والحكم استنى بتاع 10 دقايق على الفار لحد ما قال له اوكي خلاص، فالهدف اتحسب. فانت لما الهدف اتحسب يا تحاول تاني بنفس التكتيك بتاعك تفضل عليه، لان انت كنت مسيطر وكنت مهاجم. حتى بعد تغييرات الاهلي لما نزلت ما عملتش حاجه خالص الا بعد الجون الاولاني، لما حضرتك يا جوميز فضيت نص الملعب ونزلت سامسون عشان بتغامر، عشان عايز تنزل 2 مهاجمين. مش مع الاهلي الكلام ده. خلينا الاول بس نتكلم الاول. الزمالك لعب 4-3-2-1، وكان مخلي دونجا مع عبد الله السعيد ومعاهم يوسف اوباما. واول هو اول ما نزل التشكيل دوت ولقيت يوسف اوباما على الدايره، عرفت ان الزمالك مش ناوي يدافع. الزمالك ناوي يعمل دفاع متقدم ويضغط على الاهلي. وتخوفت الحقيقه فعلا بدايه الماتش، خصوصا بعد شوطه عمرو السوليه، لكن وقلت ان الاهلي الزمالك هيهاجم والاهلي والله هيصطادوا، لكن ما حصلش. الاهلي ما جاش خالص.
طب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يعني جوميز مدرب كويس جدا جدا جدا، وذاكر الاهلي كويس جدا، وواضح ان هو كان عارف ايه هي مفاتيح لعب الاهلي كويس جدا، وفصلهم عن بعض، فصل حسين الشحات وفصل بيرسي تاو. طب التالت مين المفروض اللي بيعمل حلقه الوصل بينهم؟ هو امام عاشور. امبارح الزمالك الاربعه اللي لعبوا ورا، كانوا تقريبا في جبهه منهم بتثبت، وغالبا كانت جبهه مصطفى شلبي، عشان يفضل مع فتوح، فيقدر يفصل بيرسي تاو، وكان على طول مع حسين الشحات، كان دونج على طول معاه، فكانوا الاثنين بعاد عن بعض. فامام عاشور كان بيعمل المحاولات بتاعته كلها محاولات فرديه، حتى لما كان بيجي يستلم من حركه ما كانش فيها حد بيسند عليه، او لو سند على معلول، او سند على بيرسي تاو، او سند على حسين الشحات، كان بيبقى في ضغط على الطرف، فما بيعرفش يستلم كويس. الجناح بتاع الاهلي ما كانش بيعرف يستلم كويس، فحصل تباعد ما بين الجناحين، غير ان الزمالك كان عامل دفاع متقدم تمام، والزمالك ما كانش بيستنى الكوره لما تجيله عشان ياخدها، كان هو اللي بيروح ياخدها. يعني الزمالك لما كانت الكوره بتتقطع كان هو اللي بيروح ياخدها. الكرة التانية كلها بتاعت الزمالك بتاعته، الكرة التانية كلها بتاعته هو. الزمالك كان على طول في خمسة فوق الكورة، في خمسة فوق الكورة على طول الماتش، خمسة فوق الكورة. فسيطر الزمالك كويس جدا، وخلق فرص كويسة جدا، وكان هيهدف بعد ربع ساعة ولا بعد تلت ساعة. كورتين شالهم مصطفى شوبير، وكان بس السلبيه الوحيده واتعالجت في الشوط الاول، ان ناصر منسي ده المفروض انت حاطه عشان تعمل كره عرضيه، بس مفيش كره عرضيه كتيره، مش يعني في بس مش كتير، ولما كانت بتترفع ما كانتش بتبقى متقنه قوي، فخلى هو ناصر منسي هو اللي ينزل تحت، ويخلي اوباما هو اللي يطلع قدام، ويخلي عبد الله السعيد ليه واجبات دفاعيه مع نبيل عماد دونجا. وعبد الله السعيد اداها كويس جدا الحقيقه يعني. وكان نبيل عماد دونجا متفرغ لامام عاشور، يعني نبيل عماد دونجا ده كان متفرغ لحاجه اسمها امام عاشور. لما اتصاب زيزو وكان باين هو هيطلع، وطبعا دي كانت خساره كبيره جدا، لان لو كان زيزو موجود في الملعب كان فرق كتير قوي. لكن وتسخين شيكابالا، يبقى معنى كده ان هو هينزل شيكابالا الشوط الثاني، يبقى كان المفروض ان شيكابالا ينزل ويطلع ناصر منسي، وينزل محمد شحاته علشان يحرر عبد الله السعيد، يبقى في اتنين رقم 6 على الدايره هم ثابتين واضحين، ويخلي اوباما يخش الصندوق، وهو اوباما مع شيكابالا ليهم جمل معينه بيعملوها مع بعض، شيكابالا مع اوباما يلعبوا الاثنين تحت بعض، هو ده اللي المفروض كان يتم. يبقى عبد الله السعيد حر قدامهم رقم 10، ويبقى شيكابالا ورا اوباما، او العكس. مصطفى شلبي طبعا على الشمال زي ما هو، مفيش مشكله خالص بالنسبه له. وشيكابالا هيبقى على اليمين، استمر جوميز على نفس التشكيل بتاعه، خلاص نزل شيكابالا مكان زيزو، وابتدى الزمالك برضو يضغط تاني، وابتدى يمسك كرة تاني، والاهلي برضو ما جاش تاني خالص. والحقيقه انا كنت خايف من حاجتين، خايف ان لما الزمالك يضيع يستقبل، مش هيستقبل بجمله، ولا هيستقبل بلعب، ولا هيستقبل بفرص خطيره، لا لا لا، هيستقبل بكوره. وكنت خايف ان كولر ينزل صانع لعب، كولر فاق في الاخر. انا كنت خايف من نزول مجدي قفشه او رضا سليم، لان كان حسين الشحات طبعا كان ضايع امبارح خالص، وبيرسي تاو كمان كان ضايع، فما كانش عندهم جناحين.
زي ما قلت لكم جناحين مفصولين عن بعض، وامام عاشور هو اللي في النص، هو مش عارف يعمل ايه، فمضطر يقف على الدايره وعلى استحياء بيتقدم بيشوط من بعيد. انما ما كانش فيه ما كانش بيزيد كده. فكنت خايف انه ينزل صانع لعب مع رضا سليم. هو ما عملش التغيير بتاعه الا في اخر يمكن ربع ساعه او اكتر او 10 دقائق، ونزل مجدي قفشه صانع لعب. مروان عطيه نزله مكان ندفد عادي، ومجدي قفشه ومودست. لا مش مودست كمان، يا ربي، نزل مجدي قفشه ونزل مروان عطيه ونزل مش فاكر نزل مين تاني. المهم يعني يعني التغييره دي كان المفروض انت على طول ساعتها تطلع بقى تطلع ناصر منسي وتنزل محمد شحاته، وتخلي اوباما زي ما هو، او تطلع مصطفى شلبي وتنزل ناصر ماهر مع عبد الله سعيد ما يطلعش. كنت انت هتحرر عبد الله سعيد، او كنت انت هتحرر ناصر ماهر، واحد فيهم كان هيبقى حر، وكان محمد شحاته وكان دونجا كان هيتفرغ للدايره. انما التغييره اللي عملها كولر بتاعت قفشه حررت امام عاشور، خليته حر، خليته يروح بقى ويتقدم ويروح يمين ويروح شمال. طيب، ومع ذلك الزمالك كان مسيطر برضه، لان ابتدى عبد الله السعيد يبقى مع امام عاشور في واجبات دفاعيه كده، فبرضه كان متكتف شويه. لما الجون دخل ما هو لما قفشه نزل وامام عاشور اتحرر، خلاص الاثنين لعبوا تحت بعض. ده كان الهدف من نزول قفشه، لان الاهلي بيلعب طول الماتش ما عندوش صانع لعب. كريم نيدفيد ما جاش زي قلته. فلما امام عاشور اتحرر، خلاص الاثنين لعبوا تحت بعض، ولما الاثنين لعبوا تحت بعض خلاص الجون الاولاني جه من قفشه. كلنا قلنا اوفسايد، لان كان واضح انه اوفسايد جدا، وحرام ان كعب لعيب يغطي اوفسايد يخسر بطوله. حرام، مش عدل خالص. الكرة يعني كرة وحظ، طبعا حظ عوالم يعني، لكن 10 دقايق الفار بيفحصها، وكلنا قلنا انها هتبقى اوفسايد، لان هي فعلا كانت اوفسايد، باينه اوفسايد جدا. لكن لما كعب لعيب يغطي اوفسايد يخسر فرقه مجهود جبار واداء رائع، ده حرام. وده برضه ما بيقللش ولا بيمنع ان احنا نقول خلاص الكاس اللي كسبه، خلاص طالما انت كاسب فير وكاسب ماتش نضيف وجون تمام، خلاص مفيش مشكله، الحكم ما علوش اي غبار خالص. طيب انت دخل فيك جون 85 ولا الدقيقه 85 ولا 86، هتكمل بقى، ما انت ضاغط، هتكمل الماتش بقى، هتضغط الاهلي تاني برضه بنفس التكتيك بتاعك عشان تحاول تجيب فرصه في اخر دقيقه. وكان في لسه الوقت الضايع بتاع الماتش، كان فوق الست دقايق دول ولا حاجه، ولا 7 دقايق، كان في بتاع حوالي 5 دقايق كمان، يعني عندك 12 دقيقه. والفار بيفحص، تروح انت مطلع عبد الله سعيد ومنزل سامسون اكينيولا. وهو ده بقى اللي خلى الاهلي يجيب الجون الثاني، لان انت فضلت نص الملعب. انت يعني انت اساسا قفشه محرر امام عاشور. تروح انت مطلع له عبد الله السعيد وتنزل مهاجم تاني عشان ايه؟ هو اصل يعني مش مع الاهلي الكلام ده مع فرقه صغيره، تلعب 4-1 انما بالمنظر ده كده اهو، هو دوت اللي فتح نص الملعب. وشفنا برضو الجول الثاني برضو امام عاشور وقفشه، يعني خلاص، يعني ما انت قريت. هي دي الغلطه بتاعت جوميز بس، ان هو فتح الملعب، وكان لابد ان الزمالك يطلع الماتش ده بأقل الخسائر. الاداء رائع جدا، اللعب رائع جدا، التكتيك رائع جدا، اللعيبه على مستوى عالي جدا، مفيش لعيب اثر فيهم خالص. حتى محمد عواد
لان الجون التاني جاي ما بين رجلين فتوح، يعني هو ما شافهاش، وهو اترمى عليه بعد ما عدت من رجله، فهو اترمى عليه متاخر. ما فيش حد من اللعيبه اثر خالص. نادي الزمالك امبارح شرفنا، شرف جمهوره، وجمهور الزمالك لازم يبقى يعني زعلان طبعا، بس مش زعلان على الكاس، زعلان على انت لعبت ماتش عالي جدا على الاهلي. ما هو احنا بقالنا حوالي 12 سنه بناخد، يعني لما بنلعب قدام الاهلي بناخد الكاس. اخر مره ما احنا واخدين الكاس، احنا واخدين الكاس 8 مرات في اخر 10 سنين. ف ف كان طول عمر الزمالك يلعب زي كده، ما فكرني ماتش 91 و92 ورضا عبد العال و... و... وجون طاهر ابو زيد. برضو الزمالك برضو لعب كويس جدا برضو. الزمالك هدف الاهلي والاهلي تهدف، الزمالك تعادل، الزمالك عنده فرصه انه يكسب ضغط الاهلي. اللعيبه والجهاز والجمهور كله حابس نفسه، وجمهور الزمالك مستني الزمالك يهدف عشان ياخد الكاس، ويروح الاهلي جايب جون في اخر ثانيه. 91 و92 و2006 الشهير 4-3 وماتش امبارح. القصه كلها احنا واخدين الكاس ولاعبين مع الاهلي من سنتين نهائي كاس، واخدين منه كاس 2-1. والزمالك كان فيريرا مقفل كويس جدا، عامل زون ديفنس كويس جدا، وكان بيصطاد الاهلي من على الطرفين وخدنا الكاس. فهي القصه كلها ان احنا حزنانين، بس احنا يعني الواحد في صدمه، الواحد في صدمه. ما بين مش عارف تفرح ما بين فريقك عالي جدا وتكتيك عالي جدا ولاعيبه هاديه جدا ولاعيبه اندمجت مع بعض كويس جدا ولاعيبه في فتره قصيره بقوا تيم وورك حلو قوي. الطموح امبارح كان عالي جدا، كان واضح ان هم عايزين يعملوا حاجه. دونجا امبارح يعني ده تاني ماتش ليه على مستوى عالي جدا. دونجا اللي كنا بنلعب عليه، لا يعني في شغل مدربين، في شغل مدرب في بعض اللعيبه. لكن هي التغييره بتاعت سامسون دي هي دي اللي بوظت الدنيا وزودت زودت السكور على الزمالك. ما كانش ليه لازمه خالص خالص. ولو كنت انت نزلت محمد شحاته من الاول لعيب نص ملعب نمره 6 وتد 2 6 صراح على الدايره، وحررت عبد الله السعيد خلاص، وبعد كده ممكن بعد كده لما وتدخل اوباما في الصندوق، وبعد كده ممكن تطلع مصطفى شلبي وتنزل ناصر ماهر، تطلع مصطفى شلبي وتنزل ناصر ماهر، يبقى اوباما يجي مكان ناصر وناصر يخش مكان اوباما، يبقى في شغل ما بين ناصر، شيفت ما بين ناصر وما بين شيكابالا وما بين اوباما، وكنت ثبت على الدايره 2 لعيبه. كنت برضه هتكتف امام عاشور، برضه كان قفشه برضه هينزل، برضه هيبقى هو اللي هيتحط مكان امام عاشور، ومش برضه مش هيلاقي حد يسند عليه. يلا يلا بقى، اذا كان بقى شوط هيشوطها كلام من ده، انما هو كولر كان منزل قفشه عشان عايز يحرر امام عاشور، عشان عايز يحرر امام عاشور. فكره عملها، تروح انت بعد كده مطلع له عبد الله سعيد. ما ينفعش، ما ينفعش. هو ده التكه اللي كسبت الاهلي الكاس، او كسبته 2. لان الزمالك كان ممكن يفضل على الريتم بتاعه دوت، وكان ممكن يفضل ضاغط، وكان ممكن تيجي له فرص تانية، وكان ممكن يتعادل مع الاهلي. ده ما الجول عشان يجي في الدقيقه 90 ولا 89 بالمنظر ده كده، اهو بعد ما فضلت نص الملعب، انت بتعمل ايه؟ ده مش مع الاهلي الكلام ده. لا يقلل من مجهودك، انت مدير فني محترم ومدير فني فاهم، واحنا مطمنين على الزمالك معاك. وزي ما قلت قبل كده يا جماعه، نادي الزمالك معلوش ضغوط خالص، نادي الزمالك طالع من فتره انتقاليه، نادي الزمالك الله يكون في عونه. حتى لما ابتدى يجيب لعيبه يدعم بيها فرقته، جابها في الاخر بعد ما كله خلاص الميركاتو اتحجز، كل لعيب شاف عايز يروح فين. في لعيبه كتير طارت منه كويسه، انما حتى لو اللعيبه دي كانت جت ما كانش هيلحقوا يندمجوا مع الفرقه. ودينا شفنا امبارح كل الفريق بيلعب ما عدا بس هو عبد الله السعيد وناصر ماهر اللي بيلعبوا مع الفرقه، لان هم رجليهم في الملعب كتير. كان بس نفسي محمد شحاته ده يلعب امبارح في نص الملعب، والزمالك يلعب بشادو سترايكر، لكن ما قدر الله ما شاء فعل. مبروك
مبروك لجمهور الاهلي، الاصدقاء بتوعي المحترمين اللي انا اعرفهم. مبروك الكاس، ومبروك على الزمالك اللعيبه بتاعته، ومبروك على الزمالك الروح بتاعته، ومبروك على الزمالك ال 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 الفتره اللي جايه ان شاء الله فتره نظيفه وفتره محترمه وفتره مستقره، والاستقرار ده مكسب كبير جدا 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 لنادي الزمالك. قدر الله ما شاء فعل، وما عنديش حاجه اقولها تانية. السلام عليكم.